مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حوار مع كاتب. في التقديم فلة، في الإعداد والإخراج الكاتب المغربي محمد عيد الحاج. في هذه الحلقة سوف نأخذكم إلى ما وراء الكلمات، إلى عوالم الكتاب وتفاصيل الحكايات، حيث نفتح بابا على رواية تستفز ذاكرتنا وتهز أسئلتنا عن الحياة والمصير والدور الذي نلعبه في دوامة الأيام. رواية تنبض بالإنسان وتتأرجح بين الفلسفة والواقع، بين الحلم والانكسار. إنها رواية دولاب الحياة للكاتب جمال شابية، الصادرة عن دار خيال للنشر. ضيفنا اليوم هو الكاتب جمال شابية، لنغوص معه في كواليس الكتابة وخلفية هذه الرواية التي تساءلت بشجاعة: هل نختار حياتنا أم تختارنا؟ وهل نحن من يدير دولاب الحياة أم مجرد راكبين فيه؟ ابقوا معنا، فالحوار مليء بالدهشة وبما لم يكتب على الورق. أترككم مع الكاتب جمال شابية ليتحدث حول عمله الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محدثكم الكاتب شابية جمال من بلد الجزائر في برنامج حوار وبودكاست مع الكاتب والروائي المغربي محمد عيد الحاج. بداية الكاتب شابية جمال من بلد الجزائر، من أقصى الجنوب الجزائري ولاية سمومول، شاب وهاون ومحب للمطالعة. أصدرت كتاب ورواية دولاب الحياة بجزئيها الأول والثاني، إن شاء الله سنستفيد أكثر بالإجابة عنه خلال هذا البرنامج. الحديث عن دولاب الحياة الجزء الأول فصراحة أنه أخذ وقتا كافيا، وهذا كان تزامنا مع جائحة كورونا، هذه الجائحة التي شملت العالم أجمع. وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي الذي شهده العالم، يعني سهل علي يعني إن صح التعبير المسافات، وبذلك يعني توجهت مباشرة إلى من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الطباعة. فكرة الكتاب صراحة تولدت من خلال الحياة التي يعيشها المجتمع الصحراوي، الحياة والمعاناة التي يعيشها ويكابدها المجتمع الصحراوي. وبالطبع الإنسان ابن بيئته، باعتبار الإنسان ابن بيئته، فلا بد أن الكاتب يكون ملتزما بقضايا أمته وقضايا شعبه. وهذا ما جعلني يعني أسوق للموروث الصحراوي وكذلك معاناته، يعني ليستطلع عليها يعني الجمهور والقراء. رسالتي للجمهور دعوة لمعرفة الموروث الصحراوي والتعرف عليه، وهذا ما جسده الشخصيات المتداولة في رواية دولاب الحياة التي جسدت الحياة القروية ومعاناتها وإبراز موروثها الثقافي وموروثها الاجتماعي باختصار. في الختام نشكرك على حسن الاستقبال، ونتمنى بذلك التوفيق لك ولبرنامجكم، ونتمنى بذلك وصول الرسالة إلى الجمهور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.